اولا ممكن يجيب لك مثلا جمله، يعني تعال نشوف الجمل ممكن تيجي عامله ازاي. فممكن يقول لك جمله مثلا he not his father yesterday، دي جمله ممكن تجي لك. فالجمله زي دي مثلا لو جات لك في الامتحان فانت هتبدا تفكر فيها كالتالي. هتبدا تبص على الاختيارات عشان تشوف هو طالب مثلا انت طالب كلمات ولا طالب جرامر. فلو بصيت هتلاقيه طالب منك جرامر في الاختيارات، ولو بصيت برضو هتلاقيه عمال ينوع لك في الزمن، يبقى هو عايز منك زمن مناسب للجمله، صح كده؟ طيب تعمل ايه بقى، تتصرف ازاي في جمل هيبقى طالب منك زمن؟ عايزك تعرف ان الجمل هي نوعين. الجمل اللي هيجيبها لك هي نوعين. النوع الاول زي اللي موجود قصادك دوت، النوع ده لو انت عندك حدث واحد في الجملة. تاني، لو عندك حدث واحد، مديك حدث واحد بس في الجملة، حاجة واحدة بس بتحصل، يعني ما جابلكش جملتين او حدثين، لا جابلك حدث واحد او جملة واحدة وعايز الزمن بتاعها. او ممكن يحط لك جمله فيها حدثين، ودي هنتكلم فيها كمان شويه. احنا هنتكلم دلوقتي لو مديني جمله واحده او حدث واحد احدد الزمن بتاعه ازاي. فاولا عندي شويه كلمات داله، تاني عندي شويه كلمات داله على كل زمن. يعني ده اسهل حاجه ان احنا نعرفها، ان انت عندك شويه كلمات داله على كل زمن. طيب تعال اما نمشي زمن زمن ونشوف الكلمات الدالة عليه والتكوين ونحاول نحل كام جملة. قال لي أول زمن هنمسكه وهو زمن الباست سيمبل، اللي هو الماضي البسيط. الماضي البسيط بكل بساطة تعرفوا امتى، اللي هي الكي ووردز، كلمات الدالة، يعني ايه الكلمات اللي انت لو شفتها في الجملة فبتعرف ان ده باست سيمبل او ماضي بسيط. قال لي عندك مثلا yesterday، عندك ago، عندك last، عندك in the past، عندك مثلا the other day، عندك once، عندك in ويجي لك بعدها تاريخ ماضي. عندك مثلا ممكن يقول لك في الجملة first انا عملت كذا then انا عملت كذا. فلو لقيت first و then موجودين في الجملة تعرف برضو ان انت هتحط زمن الباست سيمبل الماضي البسيط. طيب يجي حد يقول لي خلاص يا ابو حميد، يعني انا لقيت الكلمات دي فخلاص هبدأ افكر في الباست سيمبل الماضي البسيط، فاحط بقى التكوين بتاعي وانا حافظ مثلا التكوين ان هو بيتكون من كذا. بص بقى، خلاص انت حددت زمن الجملة صح، عايزك بقى تركز في الحتة اللي انا هقولها لك دي عشان ممكن يوقعك فيها. دايما خلاص انت حددت زمن الجملة هو ايه من خلال الكلمات الدالة. شوف الجملة بدأ بفاعل ولا بدأ بمفعول، بدأ بسبجكت ولا بدأ بأوبجكت. طيب يجي حد يقول لي طب هو انا هعرف منين يا ابو حميد ان الجملة بدأ بالفاعل او المفعول؟ قال لي الفاعل ده انت يعني لو قبل النقط جاب لك حاجة ولقيت مثلا، يعني جاب لك قبل النقط اي انا، فانت تشوف انا اللي بعمل الحاجة ولا الحاجة بتتعمل فيا. فلو لقيت اللي قبل النقط، تاني لو لقيت اللي قبل النقط هو فاعل، هو اللي بيعمل الفعل، الفاعل هو من يقوم بالفعل، لكن المفعول هو من وقع عليه الفعل. يعني مثلا لو جيت وقلت لك البيت بيتبني، هل او البيت اتبنى، هل البيت هيبني نفسه؟ لا، ده البيت هو من وقع عليه الفعل، اتبنى، يبقى البيت ما عملش حاجة من نفسه. فالفاعل هو من يقوم بالفعل، لكن المفعول هو من وقع عليه الفعل، يعني مش هيعمل الفعل من نفسه. يبقى تاني انا خلاص لقيت شويه كلمات داله وعرفت ان الكلمات ديت هي داله على الباست سيمبل الماضي البسيط، فعرفت ان الجمله احط فيها ماضي بسيط. افكر ازاي؟ ابدا اشوف والله انت في الجمله بادئه بفاعل ولا مفعول. طب لو الجمله بادئه بفاعل وعايز احط باست سيمبل ماضي بسيط اعمل ايه؟ قال لي تحط لي التصريف الثاني للفعل. طيب التصريف الثاني للفعل ده اللي هو ايه؟ قال لي ممكن تحط للفعل دي او اي دي او اي اي دي، زي مثلا فعل play هتخليه played، او في افعال شاذة. يعني عندك مثلا فعل باي يشتري، لو جيت تجيب منه التصريف الثاني للفعل منه هتلاقي التصريف الثاني مش هتحط له اي دي، لا هيتحول لحاجه اسمها ايه؟ بوت. يبقى التصريف الثاني ده ممكن الفعل تحط له دي او اي دي او اي اي دي، او ممكن يكون فعل شاذ زي بوت. او برضو الماضي البسيط بيتكون من was aware، يعني ممكن ما تلاقيش في الاختيارات فعل مضاف له دي او اي دي، ممكن ما تلاقيش في الاختيارات فعل شاذ، بس ممكن تلاقي في الاختيارات was aware. لو لقيت was aware لوحدها كده، تاني was aware مفيش وراها ing، لا was aware لوحدهم كده، اعرف ان ده برضو زمن ايه؟ past simple ماضي بسيط. طيب ده لو الجملة بادئة بفاعل بروح احط التصريف التاني للفعل او was aware. طب لو الجملة بادئة بالمفعول الobject اعمل ايه؟
قال لي لو الجملة بادئة بالمفعول اللي هو الأوبجكت، فانت هتروح تدور في اختياراتك على was أو were وبعدها التصريف الثالث للفعل. تاني ركز معايا الله يبارك لك. انت لقيت شوية الكلمات الدالة دول، فعرفت ان انت بتتكلم في الباست سمبل الماضي البسيط. خلاص هبدأ اشوف الجملة بتبدأ بفاعل ولا مفعول. لو الجملة بدأ بالفعل احط التصريف الثاني للفعل. لو الجملة بدأ بالمفعول اللي هيتعمل فيه الفعل ابدأ احط was او were وبعد كده التصريف الثالث للفعل. طيب تيجي اديك جملة احسن. تعال اديك جملة. لو انا مثلا اديتك جملة وقلت لك he not this novel 3 years ago، جبت لك الجملة دي قلت لك هو ايه this novel هذه الرواية 3 years ago. اول حاجة تحدد الزمن، صح؟ ماشي، خلي بالك دي جملة واحدة، ده حدث واحد، يبقى ابدأ احدد الزمن عن طريق كلمات الدالة. فلقيت عندي كلمة ago، هي ago بتدل على زمن ايه؟ فالمفروض تقول لي ago يا ابو حميد بتدل على زمن الباست سمبل اللي هو الماضي البسيط. حلو الكلام. يبقى ابدأ اشوف الجملة بدأ بالفاعل ولا المفعول. فعندي هي هو، ده ايه ده هو اللي كتب، صح؟ يبقى طالما هو اللي كتب يبقى هو فاعل. حلو، يبقى ابدا ادور على التصريف التاني للفعل. طب لو جيت دورت على التصريف التاني في الاختيارات هلاقي عندي wrote ديت اللي هي التصريف التاني من write، يبقى wrote اللي هي الاجابه بي هي اللي صح. طيب هفترض معاك ان انت لسه ما فهمتش. تعال اديك جمله كمان. لو انا اديتك جمله مثلا هي نفس الجمله بس هلخبط فيها شويه واقول لك this novel ايه 3 years ago. يلا اول حاجه ما تقوليش الجمله اتغير فيها كذا، لا ابدا امشي من الاول. يلا الجمله دي في زمن ايه؟ فالمفروض تقول لي يا ابو حميد انا عندي ago، يبقى بتدل على الباست سمبل الماضي البسيط. حلو الكلام. يبقى طالما بتدل على الماضي البسيط ابدا اشوف الجمله بادئه بالفاعل ولا المفعول. فعندي هنا this novel الروايه، قبل نقط عندي الروايه. هي الروايه هتكتب نفسها؟ لا، صح؟ يبقى الرواية اتكتبت، يبقى الرواية هي من وقع عليه الفعل. الرواية مفعول، مش هي اللي عملت الفعل، لا. يبقى طالما مش هي اللي عملت الفعل يبقى هي مفعول. حلو الكلام. طيب انا دلوقتي عايز احط ماضي بسيط والجملة بادئة بالمفعول، يبقى المفروض ادور على ايه؟ على was او were والتصريف الثالث للفعل. وthis novel الرواية ديت المفروض ان هي مفرد، يبقى لازم ادور على was وبعد كده التصريف الثالث للفعل. فلو جيت بصيت للاختيارات هنا هتلاقي عندك الاختيار C اللي هي was written، هي دي اللي صح. يبقى تاني بتحدد زمن الجملة عن طريق كلمة دالة، ده لو الجملة من حدث واحد. بعد كده بتبدأ تشوف الجملة بادئة بالسبجكت الفاعل ولا الأوبجكت المفعول. أنا دلوقتي بربط لك المنهج ببعض، ما بشرح لكش كل زمن عشان ما تقوليش ده المفعول ده أنا خدته في حتة اسمها الباسيف والباسيف بيقول. ماشي يا عم الناس، أنت عارف الكلام ده كله، بس في الامتحان أنت محتاج تكون عارف بتفكر إزاي بسرعة، فهي دي طريقة التفكير بسرعة. طيب قال لي برضو ممكن مثلا يجيب لي جملة زي دي. تعال نمشي على الجملة. ممكن يقول لي مثلا the report a yesterday. فيلا أول حاجة دي جملة واحدة، ده حدث واحد، صح كده؟ طيب ده حدث واحد، المفروض إن أنا أبدأ أشوف زمن الجملة. فلقيت عندي yesterday. حلو الكلام. yesterday بتدل على الزمن إيه؟ رد معايا. past simple ماضي بسيط. حلو. ابدا اشوف الجمله بادئه بالفاعل ولا المفعول. انا عندي هنا الجمله بادئه بمين؟ بادئه بذا ريبورت التقرير. هو التقرير هيكتب نفسه؟ لا، يبقى التقرير مفعول. بس لما جيت بصيت في الاختيارات لقيت ان هو حاطط لي نفي، يعني كل الاختيارات عباره عن نفي، صح؟ يبقى انا عرفت ان ده ماضي بسيط، ماشي، وعرفت ان ده نفي، وعرفت ان الجمله بدأ بالمفعول. طب ما تيجي اعرفك النفي كده بالمره. فقال لي لو انت عايز تحط ماضي بسيط والجمله بدأ بالفاعل وعايز تنفي فبتحط didn't وبعد كده الانفينيتيف المصدر. طب لو الجمله بدأ بالمفعول بتنفي الماضي البسيط ازاي؟ قال لي بننفيه ب wasn't او weren't، was not او were not وبعد كده التصريف الثالث للفعل. طيب لو رجعنا للجمله دي، فالجملة دي انت عندك yesterday، يبقى yesterday بتدل على الماضي، والجملة بادئة report التقرير، يبقى المفروض ان ده مفعول. ولقيت الاختيارات عبارة عن ايه؟ عبارة عن نفي. طب الاختيارات عبارة عن نفي، يبقى المفروض ان انا ادور على نفي المفعول مع الماضي البسيط اللي هو بيتكون من was not او were not والتصريف الثالث. فلو جيت بصيت في الاختيارات عندك هنا هتلاقي الاختيار B، بص كده عليه wasn't written، يبقى هي دي اللي صح. طيب عايز اديك جملة كمان وبعدها اقول لك التركية بعدها واكتبها لك.
لو انا مثلا قلت لك نقط you go to your school yesterday وعملت لك سؤال حلو، فده سؤال من حدث واحد وعايزك تختار مع زمن برضو، يعني الاختيارات عبارة عن هو عمال يغير لك في الزمن. فانت المفروض هتقول لي ابو حميد انا عندي هنا yesterday، وyesterday بتدل على زمن الباست سيمبل الماضي البسيط. حلو، بس ده سؤال صح؟ طب هو السؤال في الماضي البسيط بتعامل معاه ازاي؟ قال لي بكل بساطة السؤال مع الباست سيمبل الماضي البسيط لو الجملة بتتكلم عن فاعل تاني، لو الجملة بتتكلم عن فاعل فبتبقى صيغة السؤال did، بعد كده الفاعل، بعد كده الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر. طب لو الجملة بتتكلم عن مفعول object، هل برضو صيغة السؤال بتبقى did؟ قال لي لا، بتبقى صيغة السؤال was aware، بعد كده المفعول اللي هو الأوبجكت بتاعك، بعد كده التصريف الثالث للفعل. يبقى تاني حددت الجملة انت زمن ايه ولقيته طالب منك سؤال مثلا، يعني حددت ان هو past simple ماضي بسيط، هل اروح احط did وخلاص؟ لا، ما ممكن تكون الجملة بتتكلم عن مفعول او السؤال بيتكلم عن مفعول. يبقى دايما حدد السؤال بيتكلم عن فاعل ولا مفعول. لو بيتكلم عن فاعل فالسؤال يبقى did، بعد كده الفاعل، بعد كده الانفينيتيف. طب لو كان بيتكلم عن مفعول يبقى كده المفروض was aware، بعد كده المفعول، بعد كده الباست participle تصريف الثالث. طب لو رجعنا لنفس الجملة فالمفروض ان الجملة هنا بتقول لك نقط you go to your school yesterday، فاحنا حددنا من yesterday ان هي ماضي بسيط وده سؤال في الماضي البسيط. وهنا بعد النقط بيقول لي you انت بتذهب الى المدرسة او انت ذهبت الى المدرسة. ما هو انت اللي رحت للمدرسة صح؟ انت اللي رحت، انا بسأل واحد راح المدرسة ولا لا، يعني بسأله. فانا يو دي فاعل، انت ده كده فاعل subject. طيب يبقى ده سؤال مع الفاعل، يبقى المفروض اختار ايه في الاول؟ هختار did اللي هي هتلاقيها عندك موجودة في الاختيارات في الاختيار A. طيب بعد كده يا سيدي يعني عايزين نركن كده الباست سمبل على جنب شوية وهنرجع له برضو بشوية أفكار بعد كده لما تكون الجملة فيها حدثين. بس تعالى احنا لحد دلوقتي بنشوف لو الجملة فيها حدث واحد بنحدد زمن الجملة ازاي. طيب قال لي برضو انت ممكن تلاقي مثلا عندك في الجملة، يعني احنا دلوقتي هنتكلم على زمن الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر. تعرف منين ان الجملة بتتكلم في الماضي المستمر؟ قال لي ممكن يجيب لي مثلا yesterday اللي هي بتدل على الماضي البسيط بس يحط لك معاه تحديد زمن معين، يعني يقول لك مثلا yesterday at 5، yesterday morning، yesterday afternoon، yesterday evening. كل ده عمال يحط لك yesterday وبيحط لك معاها امتى yesterday. ممكن يقول لك مثلا all day yesterday، طول اليوم امبارح. كلمة all ديت لو حطيتها مع أي حاجة بتدل على الماضي يبقى قلبت الزمن لماضي مستمر اللي هو الباست continuous. يبقى تاني لقيت كلمة بتدل على الماضي البسيط بس حدد لك معاها زمن معين زي yesterday اللي أنا قلتها لك at 5. خلي بالك ممكن يقول لك last night الليلة اللي فاتت at مثلا 9، الليلة اللي فاتت الساعة 9. هي last بتدل على الباست سمبل الماضي البسيط صح؟ بس طالما حددت معاها زمن قلت لك at 5 الساعة 5، طالما حددت زمن معاها يبقى كده انا بدل على الاستمرارية، يبقى كده انا اتقلبت لزمن الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر. يبقى تاني ايه الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر؟ الماضي المستمر بيديني الفترة اللي أنا كنت مستمر فيها، يقول لي مثلا at 5، يقول لي مثلا evening، morning، afternoon، كل الكلام ده بيديني الفترة اللي أنا كنت مستمر فيها بعمل الحاجة. فلو اداك كلمة بتدل على الماضي ومعاها تحديد زمن معين أو تحديد فترة معينة كنت بعمل فيها الحاجة، يعني مثلا ممكن يقول لك yesterday from 5 to 7، امبارح من الساعة 5 للساعة 7، او مردد عليه واقول له yesterday لوحدها دي past simple. بس طالما قلت لي من الساعة 5 للساعة 7 يبقى انت كده حددت لي وقت معين، يبقى كده هتكلم في زمن الباست continuous اللي هو الماضي المستمر. طيب خلاص انت عرفت، يعني انت بصيت للجملة ولقيت فيها تحديد زمن معين او لقيت فيها كلمة all اللي هي معناها طول، فكده انا بتكلم في الباست continuous. لازم برضو اشوف الجملة بتبدأ بالفاعل ولا المفعول. الفاعل اللي بيعمل الفعل، مفعول هو من وقع عليه الفعل اللي هو بيتعمل في الفعل. لو الجملة بدأ بالفعل وعايز تحط ماضي مستمر فالمفروض ان التكوين بتاعك هو was aware، بعد كده الفيرب متضاف له ing.
لكن لو الجملة بادئة بالمفعول الأوبجكت فيبقى كده التكوين بتاعك was aware، بعد كده being، بعد كده التصريف الثالث للفعل. خلي بالك لازم تحفظ وانت بتحفظ التكوين بتاع كل زمن، لازم تحفظ الفاعل والمفعول. ما تقولش بقى ده لو بس، لا، احفظ زي ما انا بقولك وهتعرف فايدة ده بعدين. طيب تعالى هديك جملة عشان تركب كل الكلام ده، تركبه مع جملة احسن. لو انا جيت اديتك جملة مثلا وقلت لك I ate my homework yesterday at 5، دي جملة من حدث واحد، يعني ما فيهاش جملتين، ما فيهاش حدثين. حلو. وطالب منك في الاختيارات تحط لي الزمن المناسب، فالمفروض انت هتبص على الجملة هتقول يا ابو حميد انا عندي هنا yesterday. حلو. وحاطط معاها at 5. ايه ده حدد وقت معين مع yesterday. يبقى كده الزمن ايه؟ زمن past continuous، ماضي مستمر. حلو الكلام. طيب انت ماضي مستمر، تعال نشوف الجملة بادئة بقى بالفاعل ولا المفعول. فالجملة بادئة بآي، انا اللي كنت بعمل الواجب، صح؟ انا اللي بعمل الواجب، يبقى انا الفاعل. طيب طالما الجمله بادئه بالفاعل يبقى المفروض ادور على ايه؟ was aware والفيرب متضاف له ing. فالمفروض لو بصيت هنا في الاختيارات فهتلاقي عندك الاختيار B اللي هي was doing، هي دي اللي صح. طيب انا لو قلبت الجمله وخليتها لك my homework A yesterday at 5، فالمفروض هتقولي ما هي يا ابو حميد، انا عندي yesterday ويسترداي المفروض ان هي جاي معاه تحديد زمن معين، يبقى ده ماضي مستمر. بس الجمله بادئه بماي هومورك، هو الواجب بتاعي يعمل حاجه من نفسه؟ لا. طب طالما انت مش تعمل حاجه من نفسك يبقى انت مفعول. حلو. طب طالما مفعول يبقى المفروض ادور على ايه؟ was aware، بعد كده being، بعد كده التصريف الثالث. فالمفروض اروح ادور في الاختيارات، فالاختيار الصح اللي هي was being done، هي دي اللي صح. طيب كده احنا خلصنا اللي انا عايز اقوله دلوقتي في الماضي المستمر، اللي هي الكلمات الدالة والتكوين بتاعه مع الفاعل والمفعول. تعال برضو هوريك زمن تاني برضو، وعايز اوريك افكاره عشان نرجع تاني هنلم الازمنة دي ونربطها ببعض تاني. قال لي عندك زمن الباست بيرفكت، الماضي التام. طيب الماضي التام يا عم، انا شفت ايه في الجملة؟ يعني ايه اللي انا اشوفه في جملة اعرف ان ده ماضي تام؟ قال لي بكل بساطة، انت لو الجملة لقيت فيها by او before وبعدها تاريخ في الماضي، تاني تاريخ في الماضي، يعني يقول لك مثلا 2000 سنة 2000، او يحط لك مثلا موقف في الماضي، يعني يجيب لك بعد by او before موقف في الماضي، موقف حصل في الماضي. فقال لي by او before لقيت بعدهم تاريخ ماضي او موقف في الماضي، اعرف ان انت هتحط زمن الباست بيرفكت، زمن الماضي التام. طيب انا خلاص عرفت ان عايز احط ماضي تام، يبقى شوف الجمله بادئه بالفاعل ولا بادئه بالمفعول. لو الجمله بادئه بالفاعل هحط هاد والتصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل. لكن لو الجمله بادئه بالمفعول الاوبجكت اللي هو هيتعمل فيه الفعل، فالمفروض التكوين بتاعي هيبقى هاد بس بعدها بين، وبعد كده الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. ابو حميد ما تديني جمله، تعالى ما اديك جمله. لو انا جيت وقلت لك مثلا باي 2010، يعني بحلول، خلي بالك باي لما بيجي بعدها تاريخ ماضي بيبقى بعدها او معناها بحلول السنه دي. فبقول لك بحلول سنه 2010 the government A this school، يعني الحكومه A هذه المدرسه. المفروض ان انت عندك في الاول باي وبعدها تاريخ في الماضي، يبقى المفروض احط زمن A، زمن الباست بيرفكت الماضي التام. حلو. يبقى شوف قبل النقط انا بتكلم عن فاعل ولا بتكلم عن مفعول. طيب الجمله بدأ بجفرمنت، الحكومه. هي الحكومه مش هي اللي فعلا بنت المدرسة دي؟ يبقى الحكومة هي اللي ايه؟ فاعل، هي اللي بنت، يبقى ده الفاعل. طيب انا عايز احط ماضي تام، انا خلاص عرفت انا عايز احط ماضي تام والجملة بتتكلم عن فاعل، يبقى المفروض اروح ادور في اختياراتي على هاد وبعد كده الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. فلو جيت بصيت في الاختيارات هتلاقي الاختيار بي اللي هو هاد بيلت، هي دي اللي صح. طيب انا لو جيت قلبت الجملة وقلت لك مثلا باي 2010 بحلول سنة 2010 وقلت لك this school هذه المدرسة ايه، فالمفروض هتقولي ما هي يا ابو حميد انا عندي باي وبعدها تاريخ في الماضي، يبقى المفروض احط ماضي تام. ماشي. بس ايه ده انت حطيت لي قبل النقط this school المدرسة. هي المدرسة هتبني نفسها؟ ما هو في الاختيارات عمال يحط لي فعل build يا ابني.
هل المدرسة هتبني ولا تتبني؟ تتبني. يبقى المدرسة مش هتعمل حاجة من نفسها، مش هتبني نفسها. يبقى المدرسة هي ايه؟ object مفعول. طب طالما انت object مفعول يبقى المفروض ان انا كده عايز احط ماضي تام مع المفعول، يبقى اختار ايه؟ had، بعد كده been، بعد كده التصريف الثالث. فلو جيت بصيت في الاختيارات عندك هتلاقي الاختيار B اللي هو بيقول لك ايه؟ had been built، يبقى هي دي اللي صح. طيب نخش على جزء كمان يعني ونقول على ده الجزء الاخير في الازمنه اللي هي الروابط الزمنيه. after و as soon as هو رابط زمني او بنسميه conjunction. القاعدة الأصلية بتاعته إن هو بيجي وراه ماضي تام اللي هو الباست بيرفكت، وبعد كده الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل. وخلينا أفكرك إن الماضي التام ده اللي هو كان بيتكون من إيه؟ had، وبعد كده الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. وبرضه عايز أعرفك حاجة، after و as soon as أنا قلت لك خلاص بيجي وراه ماضي تام، والناحية التانية بتكون إيه؟ ماضي بسيط. الماضي التام ده اللي هي الجملة بتاعت الماضي التام دي بتكون جملة الحدث الأول، يعني الحاجة اللي حصلت الأول، والجملة بتاعت الماضي البسيط بتكون الجملة أو الحدث اللي حصل بعده. يعني after و as soon as بتيجي مع حدثين، الحدثين دول حد فيهم حصل قبل التاني. طب اللي حصل الأول ده بيكون في زمن إيه؟ بيكون في زمن الماضي التام. طب الحدث التاني بيكون في زمن إيه؟ بيكون في زمن الماضي البسيط اللي هو التصريف التاني للفعل. طيب يجي حد يقول لي ابو حميد ما تديني جمله. بص يا سيدي، لو انا جيت وقلت لك after he not his homework he watched TV، جمله هي. جبت لك هنا after وبقول لك بعد ما هو ايه الواجب بتاعه؟ هو شاهد التلفزيون، فاكيد هو عمل الواجب وبعد كده شاهد التلفزيون. فكده after احط وراها الزمن ايه؟ المفروض احط الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام اللي هو بيتكون من ايه؟ had، وبعد كده الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. طب لو جيت بصيت في الاختيارات فين had والتصريف الثالث؟ فهتلاقيها الاجابه ايه. طيب ده لو after و as soon as جت في اول الجمله. فيجي حد يقول لي يا ابو حميد انا ساعات بلاقي after و as soon as في نص الجمله، هل هي نفس القاعده؟ هي نفس القاعده، ولكن after و as soon as لو اتحطت في النص الماضي التام بيكون بعدها والماضي البسيط قبلها. تاني after و as soon as لو اتحطت في النص الماضي التام بيكون بعدها وقبلها بيكون زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل. طيب عايز اديك جمله كمان على after عشان منها عايز اشوفك انت يعني بتلقطها وهي طايره ولا لا. فلو انا جيت وجبت لك نفس الجمله اللي انا كنت كاتبها من شويه، بقول لك after not his homework he watched TV، فيجي حد يقول لي يا عم الناس انت لسه حللها معايا وقلت لي ان after هيجي وراها الماضي التام، ورحنا اخترنا الماضي التام او الباست بيرفكت اللي هو had والتصريف ثالث، اخترنا الاجابه ايه. هقول لك في الجمله دي لو اخترت الاجابه ايه تبقى غلط. طب ليه؟ هي after هل في فاعل بعدها؟ لا، ده after جاي وراها النقط على طول، يعني هو حذف الفاعل معاها صح؟ فالروابط الزمنيه لو لقيته حاططها لك ومفيش بعدها فاعل حذف الفاعل بتاع الجمله فبنحط وراها الفيرب بلس ing او الفيرب منضاف له ing. ركز معايا قوي قوي قوي، احنا الجمله الاولى لما جينا نحلها كان افتر وراها فاعل فعشان كده حطينا الماضي التام، لكن الجمله اللي انا كاتبها لك دي افتر مفيش وراها فاعل، النقط وراها على طول الفاعل محذوف. يبقى طالما الفاعل محذوف يبقى لازم احط الفيرب بلس ing، فعشان كده لازم اختار الاختيار B اللي هي doing. يبقى خلي بالك after و as soon as بيجي وراها ماضي تام، ولكن لو حذف الفاعل وراها فبحط الفيرب متضاف له ايه؟ ing. القاعدة اللي بعد كده وهي او الرابط الزمني اللي بعد كده وهو before و by the time. before و by the time هو عكس after و as soon as، يعني بيجي وراها الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل او الباست سيمبل، والجمله الثانيه البعيده بتكون الباست بيرفكت او الماضي التام اللي هو بيتكون من had وبعد كده البي بي او التصريف الثالث. طيب لو before جت في النص بيكون شكلها عامل ازاي؟ بيكون بالشكل ده. before لو جيت حطيتها في النص هي و by the time بيكون بعدها الماضي البسيط وقبلها الماضي التام. تاني القاعده ماشيه ازاي؟ before و by the time جت في أول الجملة يبقى بعدها الماضي البسيط والناحية التانية الماضي التام. before by the time جت في نص الجملة فبيبقى بعدها الباست simple اللي هو الماضي البسيط وقبلها الماضي التام اللي هو الباست perfect. طيب
تعال اديك جملتين نحلهم وبرضه نطلع فكرة منهم. لو انا جيت وقلت لك before he not to the club he had done his homework، فهنا جايب لي في اول الجملة جايب لي before. حلو، هي before لو جت في اول الجملة بيجي وراها الزمن ايه؟ فالمفروض ترد عليا وتقول لي زمن الماضي البسيط. حلو، طب هو الماضي البسيط ده اللي هو ايه؟ فالمفروض ترد عليا وتقول لي التصريف الثاني للفعل. طيب فين التصريف الثاني للفعل في اختياراتك؟ فهتلاقي عندك الاجابة B اللي هي went. عايز اغير لك حاجه في الجمله، يعني هي نفس الجمله انا عايز اكتبها ولكن انا هشيل منها حاجه وعايزك انت تلمحها. هقول لك مثلا before not to the club he had done his homework، فبرضه هي نفس الجمله صح؟ بس ايه اللي اختلف؟ يعني لو انت بتلقطها كده ان before حذف الفعل وراها، ده جايب بعد before النقط على طول. هو انا قلت لك لو لقيت اي رابط زمني حذف الفعل وراه المفروض تحط ايه؟ فالمفروض تقول لي يا ابو حميد بنحط الفيرب بلس اي ان جي زي ما عملنا مع جمله افتر. اقول لك الله ينور عليك، طب ما هنا بيفور ما فيش فعل وراها، يبقى طالما ما فيش فعل يبقى اختار الايه؟ فيرب بلس اي ان جي، يبقى هختار من عندي هنا الاجابه دي اللي هي going. يبقى خلي بالك قوي الرابط هل في فاعل بعده ولا حذف الفاعل. القاعده اللي بعد كده يا سيدي وهي قاعده having عايزك تعرف ان هي بيجي وراها يا اما تصريف ثالث، يعني لو جاب لك النقط وراها بنختار تصريف ثالث، او بين والتصريف الثالث. فيجي حد يقول لي يا ابو حميد هو انا امتى احط تصريف ثالث بس وامتى احط بين وبعدها التصريف الثالث؟ هقول لك بكل بساطه ان لو لقيت الجمله بتتكلم عن فاعل بيعمل الفعل، وهنشوف في الجمل دلوقتي لو لقينا الجمله بتتكلم عن فاعل هو اللي هيعمل الفعل يبقى ساعتها هحط التصريف الثالث للفعل. لكن لو الجملة بتتكلم عن مفعول هيتعمل في الفعل فساعتها هحط بعد having been والتصريف الثالث. طيب برضه هيبقى في نوع من الأسئلة هيقوم حاطط لك النقط وبعدها التصريف الثالث او النقط وبعدها been والتصريف الثالث. فمين من القواعد اللي عندك في المنهج اللي بيجي وراها تصريف ثالث او بين والتصريف الثالث؟ فالمفروض تلقطها كده وهي طايره ان هي قاعده ايه؟ قاعده having. طب ما تيجي اديك جمله، تعال اديك جمله. الجمله هنا بتقول لي having نقط the patient cried loudly، فهنا الجمله حاطط لي having حلو والنقط وراها، فالمفروض هفكر يا اما في تصريف ثالث يا اما بين والتصريف ثالث. فلو جيت بصيت في الاختيارات ايه ده انا عندي اول اختيار examined تصريف ثالث، وتاني اختيار اللي هو been examined بين والتصريف الثالث. طب انا اختار تصريف ثالث ولا بين والتصريف الثالث؟ ما تيجي نشوف هي بتتكلم عن فاعل هو اللي بيعمل الفعل ولا عن مفعول بيتعمل فيه الفعل. فهنا بيقول لي having نقط وجايب لي في الاختيارات فعل اسمه examine اللي هو معناه يفحص. ما انت لازم تفهم الجملة معناها ايه. فهو بيتكلم عن حد، تعال ما نشوف بيتكلم عن حد بيفحص ولا حد بيتفحص عشان نشوف انا بتكلم عن فاعل ولا مفعول. فلما جيت اكمل بقيه الجمله بيقول لي the patient cried loudly، يعني المريض صوت كده بصوت عالي، يعني بيتكلم عن المريض صح؟ الجمله بتتكلم عن المريض. طيب المريض هيفحص نفسه ولا هيتفحص؟ المريض هيتفحص صح كده؟ يبقى المريض هو اللي هيقوم بالفعل ولا الفعل هيقام عليه؟ يبقى الفعل هيقام عليه او هيقع عليه الفعل صح؟ حلو. طيب يبقى كده المريض فاعل ولا مفعول؟ فالمفروض طبعا طالما الفعل وقع عليه مش هو اللي هيقوم بالفعل، طالما الفعل وقع عليه يبقى المريض ده ايه؟ ده مفعول object. طيب طالما انا بتكلم عن مفعول في الجمله اختار تصريف ثالث ولا بين والتصريف الثالث؟ فاختار بين والتصريف الثالث اللي هي الاجابه B. لكن لو كانت الجمله الثانيه دي كانت بتتكلم عن الدكتور مثلا، فالدكتور هو اللي بيفحص، فكنت ساعتها كانت الجملة هتبقى بتتكلم عن فاعل، فكنت هختار الاختيار A اللي هو الاختيار examined اللي هو التصريف الثالث. لكن هنا احنا اخترنا الاختيار B اللي هو been examined اللي هو been والتصريف الثالث عشان بيتكلم عن البيشنت المريض، والمريض مش هيفحص نفسه، فعشان كده المريض هو مفعول فحطينا معاه been والتصريف الثالث. القاعدة اللي بعد كده وهي قاعدة till و until. till و until بيجي وراها past perfect اللي هو الماضي التام اللي هو had والتصريف الثالث، وقبلها غالبا، وخلي بالك من كلمة غالبا عشان ساعات ما بتمشيش القاعدة بالشكل ده. غالبا بيكون قبل till وانتل ماضي بسيط منفي. يعني ماضي البسيط لو تفتكر كان بيتنفي بايه في اول كده الحصة، فكنا قلنا ان هو بيتنفي يا اما ب didn't والمصدر يا اما ب wasn't والتصريف الثالث او weren't والتصريف الثالث. ده كان نفي الماضي البسيط اللي قلناه في اول الفيديو. حلو الكلام. طب يا ابو حميد انت قلت غالبا،
هل ممكن قبل till و until ما يجيش ماضي بسيط منفي؟ ممكن يجي ماضي بسيط عادي من غير نفي، بس ده لو لقيت معنى الجملة هيبقى غلط مع النفي، فعشان كده ما بنحطش نفي وبنختار ماضي بسيط عادي، ولكن ده في اوقات نادرة جدا جدا جدا. فبيبقى اغلب الاوقات بيبقى till و until قبلها ايه؟ قبلها الماضي البسيط المنفي اللي هو didn't والinfinitive او wasn't والتصريف الثالث او weren't والتصريف الثالث. تعال اديك جملة. فلو جيت مثلا اديتك الجملة بقول لك he not until he had taken a permission، يعني عايز اقول لك ان هو ايه؟ لحد ما هو خد اذن، يبقى هو لم يغادر، صح؟ فجايب لي قبل القاعدة او جايب لي النقط قبل until. طيب هو قبل until بحط ايه؟ ماضي بسيط منفي. طيب ماضي بسيط منفي اللي هو مين؟ didn't والinfinitive او wasn't والتصريف الثالث او weren't والتصريف الثالث. طب لو جيت بصيت هنا في الاختيارات فهتلاقي عندك انهي اختيار اللي ينفع؟ فلو بصيت هتلاقي الاختيار B اللي هي didn't leave، يبقى هي دي اللي صح. القاعدة اللي بعد كده قاعدة كده غريبة شوية، قاعدة because انت ممكن تشوفها في كل زمن ويقعد يحط لك قاعدة ليها. فتعال اما الم لك قواعد because بشكل بسيط عشان تفهمها ما تحفظهاش، لان مهما حفظتها فهي ما بتمشيش بالحفظ مع القاعدة دي بالذات. because ممكن يجي وراها، خلي بالك، ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط، والماضي المستمر ده اللي هو was aware والing، وقبلها الماضي البسيط اللي هو التصريف الكام؟ التاني للفعل. فيجي حد يقول لي يا ابو حميد، طيب انا امتى افكر ان بيكوز احط وراها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط؟ هقول لك لو هو بيتكلم عن حدثين بيحصلوا في نفس الوقت، وهوريك جمل وهتفهم انا قصدي ايه. يبقى خلي بالك، لو بيكوز جاي مع حدثين، الحدثين بيحصلوا في نفس الوقت، الحدثين بيحصلوا في نفس الوقت، يبقى بيكوز يجي بعدها الماضي المستمر وقبلها الماضي البسيط. طب لو بيكوز جت مع حدثين ما بيحصلوش في نفس الوقت، حد حصل قبل التاني، قال لي ساعتها تبقى القاعدة بتاعتك because هيجي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط. يبقى امتى because يجي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط؟ لو الحدثين مش في نفس الوقت، لا ده حدثين حد فيهم حصل قبل التاني، ساعتها تفكر ان because تحط بعدها ايه؟ ماضي تام. يبقى لو خدت بالك القاعدتين اللي انا حطيتهم دول، because عمال يجي قبلها ماضي بسيط عادي، بس بعدها ممكن تحط ماضي مستمر او ممكن تحط ايه؟ ماضي تام. لو لقيت الحدثين في نفس الوقت هحط بعد because ماضي مستمر. لو الحدثين حد فيهم حصل قبل التاني يبقى حط بعد because الماضي الايه؟ الماضي التام. قاعدة تالتة because عشان اديك اسئلة عليها. قال لي because لو لقيت قبلها present simple اللي هو المضارع البسيط اللي هو بيتكون من ايه؟ الفيرب بدون اضافة، فعل بدون اضافة ده مضارع بسيط، فعل متضاف له اس او اي اس او اي اي اس ده مضارع بسيط، don't و doesn't ده نفي المضارع البسيط، can و can't دول برضو مضارع بسيط او present simple. فلو لقيت because قبلها مضارع بسيط يعني قبلها حاجة من الحاجات ديت، فتعرف ان بعدها بتحط زمن المضارع التام اللي هو present perfect، اللي هو لو تفتكر معايا المضارع التام قلنا في نفس الفيديو بيتكلم عن ايه او بيتكون من ايه، فكان بيتكون من have او has وبعدها التصريف الكام؟ التالت للفعل. طيب يبقى انا كده خدت 3 قواعد لبيكوز. because كان قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر، because قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام، وعرفنا الفرق بينهم ايه؟ لو الحدثين في نفس الوقت يبقى قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر، لو الحدثين حد فيهم حصل قبل التاني يبقى قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. طيب لو انت بتتكلم بقى لقيت because قبلها مضارع بسيط يبقى بتحط بعدها ايه؟ مضارع تام، وساعتها بتبقى القاعدة بتاعت المضارع التام والمضارع البسيط ديت بتعبر عن ايه؟ قال لي بتعبر عن حدث في الماضي له اثر في الحاضر، فالحدث في الماضي له اثر في الحاضر بنعبر عنها بايه؟ بنعبر عنها بالمضارع التام، اللي حصل في الماضي ده بنعبر عنه بالمضارع التام، والاثر بتاعه في المضارع ده بنعبر عنه بالمضارع البسيط او البريزنت سيمبل. طب دي القواعد وفهمتها لك شوية نظري، تعال اوريها لك في جمل احسن عشان تبقى فاهم الجمل هتجيلك ازاي وتفكر فيها ازاي. لو انا مثلا جيت اديتك جملة وقلت لك he can't play with us because he not his leg، جبت لك جملة بالشكل ده، فهنا برضو انت لو جيت بصيت قبل النقط عندك قاعدة because، حلو الكلام. تعال نشوف because قبلها ايه، فلقيته بيقول لي he can't play. هو can't ده زمن ايه؟
فالمفروض تقول لي يا ابو حميد انا شفته من شويه ان انت بتقول ان كان وكانت ده زمن مضارع بسيط. اقول لك حلو. طب هي بيكوز لو قبلها مضارع بسيط بعدها بيبقى زمن ايه؟ فالمفروض ترد عليا تقول لي ان طالما قبلها مضارع بسيط يبقى بعدها مضارع ايه؟ مضارع تام اللي هو البريزنت بيرفكت. طب المضارع التام بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاف او هاز وبعد كده التصريف الثالث. طب فين عندك في الاختيارات؟ فهتلاقي عندك الاختيار ايه اللي هو has broken. طيب انا هغير حاجه في الجمله وعايزك انت تلقطها. بص الجمله هكتبها بشكل تاني. he couldn't play with us because he not his leg. جبت لك الجمله بالشكل ده. فهتقول لي يا ابو حميد ما هي نفس الجمله. فيجي واحد تاني هيبص لك كده يقول لك نفس الجمله ازاي؟ هو شال كانت وخلاها couldn't صح؟ couldn't ده ماضي بسيط بس ماضي بسيط منفي. تاني couldn't دي ماضي بسيط منفي. تاني couldn't ماضي بسيط منفي. حلو. يبقى انا because قبلها زمن ايه؟ قبلها زمن ماضي بسيط منفي. حلو. يبقى بعدها ايه؟ يا اما ماضي مستمر يا اما ماضي تام. ما احنا قلنا because لو جه قبلها ماضي بسيط ممكن تحط بعدها ماضي مستمر ممكن تحط بعدها ايه؟ ماضي تام. حلو. طيب تعال ما نشوف الحدثين في نفس الوقت ولا في حدث فيهم حصل قبل التاني. لو في نفس الوقت هنحط بعد because ماضي مستمر. لو الحدثين حد فيهم حصل قبل التاني يبقى هنحط بعد because ماضي تام زي ما قلنا من شوية. طيب هنا معنى الجملة بيقول لك هو مش قادر او ما كانش قادر يلعب معانا لان هو كسر رجله. حلو. هل هو كسر رجله في نفس الوقت اللي هو مش قادر يلعب فيه معانا؟ لا، ده هو كسر رجله فترتب عليه ان هو مش هيقدر يجي يلعب معانا. صح كده؟ يبقى كسر رجله ده كان قبل الخبر بتاع ان هو مش هيقدر يلعب معانا دلوقتي. يبقى هو كسر رجله الاول وبعد كده ترتب على الموضوع دوت ان هو ما كانش قادر يلعب معانا. فهو كسر رجليه الاول يبقى في حدث حصل قبل التاني. طالما حدث حصل قبل التاني يبقى بيكوز احط وراها زمن ايه؟ زمن الماضي التام. طب فين الماضي التام يا عم الناس؟ الماضي التام اللي هو هاد والتصريف الثالث للفعل. فهتلاقي عندك هنا الاجابه بي اللي هي هاد broken. طب يجي حد يقول لي يا ابو حميد انا لسه ما فهمتهاش. بص على الجمله الثالثه دي. بقول لك he didn't answer the phone. هو ما جاوبش على الفون او ما ردش على الفون because لان he not a shower. هو ايه؟ shower. فبقول لك هو ما ردش على التليفون فبيكوز هنا جاي قبلها didn't ودidn't ده المفروض انت تقول لي ده زمن ماضي بسيط منفي. حلو يعني ماضي بسيط. فبيكوز المفروض يتحط قبلها ايه؟ هو جه قبلها ماضي بسيط يبقى يتحط بعدها ايه؟ يا اما ماضي مستمر يا اما ماضي تام. حلو. تعال نشوف الحدثين في نفس الوقت ولا حد فيهم حصل قبل التاني. بقول لك هو ما جاوبش على الفون او ما ردش على الفون لان هو ايه؟ شاور. فبص كده انت هترد عليا تقول لي لان هو كان بياخد شاور. صح؟ فتعال اما اسالك هو كان بياخد شاور امتى؟ قبل ما انا اتصل بيه؟ لا، ده وهو وانا بتصل بيه هو بياخد شاور. عشان كده هو ما ردش عليا. ما انا بقول لك في الجمله هو ما ردش على الفون. طب ما ردش على الفون ليه؟ لان هو بياخد شاور. يبقى بياخد شاور في نفس الوقت اللي هو ما ردش فيه. يبقى طالما الحدثين في نفس الوقت يبقى بيكوز احط وراها زمن ايه؟ هحط وراه زمن الماضي المستمر اللي هو الباست كونتينيوس اللي هو was او were والفيرب متضاف له ing. فلو جيت بصيت هنا في الاختيارات هتلاقي الاختيار B